السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد اللي غادي يكون مليء بالمعلومات والمعطيات المهمة واللي غادي نناقشوا فيه شي حوايج اللي غادي يكونوا مهمين جدا والتغييرات اللي طراو على تشكيلات المنتخب الوطني المغربي. والتشكيلة الرسمية اللي خرج بها اليوم هو وليد الركراكي في المركب محمد السادس بسلة الجديدة. فالاخوان التشكيلة الرسمية شكلات او عطات بزاف ديال الاختلافات. عندنا غياب حكيم زياش، رومان سايس، وعندنا العودة ديال امير ريتشاردسون. عندنا كثير ما يناقش في هذا الفيديو هذا، فقط ما كرهش اننا نوصلوا 100 لايك في هذا الفيديو الاخوان وندعموا القناه لاننا يلاه بادين وغادي نواكبوا معكم يوميا فيديوهات. فقط الاخوان شويه من الدعم ديالكم وشكرا جزيلا. بلا ما نطول عليكم نبداو على بركه الله مع التشكيله اللي خرج بها وليد الركراكي، ومن بعد غادي نناقشوا كل الاختلافات والمعطيات اللي جمعنا لكم. نبداو على بركه الله. في حراسه المرمى ياسين بونو كالعاده كاساسي، منير كجوي البديل الاول له صلاح الدين شهاب، وايوب الخياطي لاول مره غادي يلتحق بالمنتخب. عندنا في خط الدفاع اشرف حكيمي الاساسي كالعاده، نصير مزراوي اللي ما متاكدينش في غادي يحطوا المدرب، واش غادي يلعبوا على اليسار اساسي، واش غادي يخليه كبديل لحكيمي، او غادي نشوفوا شنو التفكير ديال وليد الركراكي. عندنا عبد الكبير ابقار لاعب الافيس الاسباني، عندنا جمال حركاس لاعب الوداد اللي كان تالق ولعب مزيان صراحه واللي سهل يكون في المنتخب مره اخرى ويلعب. نيف اكرد اساسي، ادم ماسينا اللي عاد للمنتخب مره اخرى بعد غياب طويل. عندنا ادم ازنو لاعب بايرن ميونخ الشاب اللي واعي الطالب. ادم ازنو اللي كان شاركوا المدرب كومباني مع البايرن ميونخ في اول مباراه رسميه له مع الفريق، وراكنا باركنا ليه وتحدثنا عليه في واحد الفيديو. عندنا ايضا العوده ديال يحيى عطيه الله. ففي الميدفيلرز عندنا سفيان امرابط، امير ريتشاردسون اللي عاد للمنتخب وراه كيتالق بشكل كبير مع فريقه فيورنتينا الايطالي، وهذا الشيء هذا راك نلاحظوا. عندنا الياس بن صغير لاعب موناكو اللي خصو يكون حاضر بطبيعه الحال. اسامه ترغالين هذا الشاب هذا الاخوان كنتظر منه مستقبل كبير. عندنا عز الدين أناحي كالعاده، بلال خنوس اللي مشى ليستر سيتي في صفقه جيده جدا وكان سجل اول هدف ليه ضد المان يونايتد. عندنا اسماعيل السباري. فعندنا في الهجوم الياس خماش، ابراهيم دياز، عوده ابراهيم دياز بعد الاصابه اللي كان غاب على المعسكر الماضي، سفيان رحيمي كالعاده، ايوب الكعبي، يوسف انصاري اللي باقي كيحتفظ به مدرب وليد الركراكي وباقي كيعيط عليه وكنظن انه يقدر يحتاجه في مباراه. عندنا اسامه الصحراوي، وعندنا عبد الصمد الزلزولي بطبيعه الحال. فعندنا الغياب ديال العديد من اللاعبين الاخوان، وغادي ندوزو الان للمرحله ديال التحدث على التغييرات. غياب حكيم زياش، عوده ريتشاردسون، غياب بالحيان والعديد والعديد. نتمنى انكم فقط ديروا لايك وكملوا الفيديو وغادي نبداو على بركه. بخصوص حكيم زياش فراه ما كيتكونفوكاش للمره الثانيه تواليا للمنتخب الوطني المغربي وللتربص الثاني تواليا. فحكيم زياش كما عارفين عنده مشاكل كثيره مع الفريق ديالو التركي غالاتا ساراي. ففي التربص الاول نهار ما تكونفوكاش حكيم زياش فراه ما بقاش اساسي ديك اليامات لانه عنده مشاكل مع الاداره ديال غالاتا ساراي ومع المدرب ايضا. وهذه المره هذه فراه استبعدوه نهائيا من بطولات تركيا ولاو عنده مشاكل كثيره وراه كينتظروا غير باش يمشي بحالو. فالحكيم زياش مرون بزاف، ما يمكنش تعيط على لاعب اللي ما بقاش كيلعب بشهرين هادي مقاس البالون وسط التيران وما بقاش اساسي وعنده مشاكل كثيره وما واجد لا فيزيكمون ولا مونطالمون ولا والو تعيط عليه. فهنا المدرب ديال المنتخب كون عيط على حكيم زياش كان غادي ينوض على راسو بزاف ديال الصداع. لذلك قرر ما يعيطش على حكيم زياش، ولهذه الاسباب هي اللي قلناها كالتالي، وما يطيحش في ذاك الفخ ديال انه كيخدم العاطفه، وقرر يستبعد حكيم زياش كما استبعد رومان غنمسيش اللي كان لاعب اساسي مهم جدا وكان الكابيتان ديال المنتخب واللي كانت عنده قيمه ايضا. فوليد الركراكي كنظن ما غاديش يعيط على زياش الان حتى يلقى ليه شي فرقه اخرى ويلعب ويرجع القليل من المستوى ديالو. ما كرهناش يرجع مستوى جيد ان شاء الله. كنظن يقدر يمشي للدوري الامريكي او لا الدوري السعودي على حساب. حكيم زياش غادي غادر في يناير المقبل، عفوا نعم يناير المقبل غادي غادر قلعه غالاتا ساراي نحو الام ال اس في امريكا او لا الدوري السعودي. نهار غادي يرجع زياش المستوى ديالو فرا كنظن يقدر وليد الركراكي يعاود يعيط عليه للخبره ديالو واللي كل ما قدم للمنتخب الوطني المغربي، لانه زياش عنده خبره اللهم بارك ولعب مع كثير من اللاعبين المغاربه وكثير من الحقبات. وكنظن ان وليد الركراكي نهار زياش غادي يرجع مستوى غيعيط عليه كما وقع مع ايوب الكعبي، كما وقع مع ادم ماسينا اللي رجع حتى هو بذلك للمنتخب الوطني المغربي. يعني الا رجع زياش للتالق من الاخر غادي يرجع للمنتخب، لكن حاليا ما يمكنش يرجع لاسباب ديجا قلنا. فبخصوص المغربي الصغير هو الاخر امير ريتشاردسون. فامير ريتشاردسون تكونفوكا للمعسكر الثاني بعد ما غاب على المعسكر الاول واللي كان كونفوكا فيه وليد بلاصتو رضا بالحيان لاعب فيرونا الايطالي. فالاخوان ريتشاردسون راه كما عارفين كاملين انه هرب سنوات ضوئيه على بالحيان. وليد كان باغي يجرب بالحيان ولكن ما عطاش
راسو ما بانش بلي انه شي حاجه. فراه كاملين عارفين بلي ريتشاردسون هارب عليه اللهم بارك، بحيث ريتشاردسون كان هو عمله اساسيه في تالق المنتخب الاولمبي، وكان اساسي في التشكيله الرسميه. ف ريتشاردسون الاخوان غادي يكون لاعبين المستقبليين ديال المنتخب الوطني الاول، وكنتمناو ليه مستقبل زاهر ان شاء الله. وانا فرحان بالعوده ديال ريتشاردسون. فقليل فغادي يلقاو في بحال هاد اللاعبين هادو طوال القامه واللي كيعرفوا يلعبوا حتى برجليهم، ولاعب اللي واعر اللهم بارك دفاعيا وهجوميا وفي افتكاك الكره خصوصا. واش غادي نقول لكم الاخوان، عطوني الراي ديالكم بخصوص تشكيلات المنتخب الوطني المغربي. ما كرهش انكم تشاركونا الراي ديالكم في الكومونتير، كنجاوب كلشي. شكرا جزيلا على المشاهده، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو اكثر من هكا. الا استفدتي خلينا لايك بنا نوصلوا غير 100 لايك في هذا الفيديو هذا، وراه حنا مواكبين معكم يوميا الجديد. وإلا وصلتي حتى لهاد اللحظه هادي طابي لي 5 في الكومونتير باش نعرفك كملتي الفيديو، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الاخوان، شكرا بزاف على المشاهدة. هادي فقط واحد المقطع قصير اللي غادي ننهي به هذا الفيديو هذا، وهادشي اللي كان الاخوان. وراه حنا غادي نكملوا معكم يوميا فيديوهات، راه وليت يوميا كنلوح فيديو، ما بقيتش كنتعطل عليكم يوميا الاخوان فيديو. يعني كنحاولوا نقلبوا على الجديد وكنجيبوه لكم الاخوان وتفرجوا، وكنقد لكم فيديو مزيان وتجي تفرج وانت مرتاح، وجميع الاخبار كنجيبوها لكم كل جديد. فقط نتمنى انكم تدعموا القناه اللي باقا جديده ومحتاجه الدعم باش ويوتيوب تولي تنشرها والفيديوهات يوليو يبانوا عند الناس جداد. فهمتوا الاخوان؟ هذا الشيء هذا هو فاش كيساهم الدعم ديالكم. وخليو لي الراي ديالكم في الكومونتير، راه كنجاوب كاع لي كومونتير. وهذا الشيء اللي كان، وعطيونا الراي ديالكم بخصوص المحتوى، بخصوص اي حاجه بغيتو نزيدوها، اي حاجه بغيتو نقصوها، فراه حنا كنتقبلوا الانتقاد. وهادشي اللي كان، وتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، ومع السلامه.